على أرض الميدان يشوبه الحذر والترقب من كلا الجانبين. دعيني رشا، كما ذكرت في متن هذا الخبر، أنت تحدثت عن أن هذه الأراضي الممتدة على طول الشريط الحدودي ما بين السودان وإثيوبيا، المتضرر الأول من هذه الاعتداءات الأثيوبية على هذه الأراضي السودانية هم المزارعون السودانيون الذين اعتدت على أراضيهم الميليشيات الأثيوبية منذ العام 96. إن كان لديك وقت رشا، أنا معي الآن أحد المزارعين، عمنا أحمد العمدة، تفضل. هو أحد المزارعين المتضررين من مسألة الاعتداءات الأثيوبية على أراضيهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 200 تم الاعتداء على أرضك؟ من 95. أرضك على الشريط الحدودي. الشريط الحدودي، واعتدوا علينا فجأة وشالوا مننا كل منقولاتنا اللي في الكنابي وطردونا ببابوراتنا، رجعنا وخسارتنا كلها شالوها هم وتولوا على كل المعدات الزراعية في الكنابي. من ذلك التوقيت وإلى الآن ما رجعت إلى أراضيكم؟ من ذلك التوقيت ما رجعنا، ونحن استبشرنا خيرا، بس جية البرهان في دوكا ومتجه على الشرق، والحكومة خلت بالها في الشرق، وحسا نحن فرحنا وارتحنا ومعنوياتنا ارتفعت. بالنسبة للأخبار الجايانة من قواتنا المسلحة نعم. يعني رشا، هذه الدموع التي يعني تتقاطر من عيون عمنا أحمد العمدة، هذه الأرض التي فقدها منذ العام 95. غلب حتى الغلب. نحن مغلوبين على أمرنا، شالوا مننا حقنا عنفا وتعدي. ما ارتحنا إلا حسها وجدنا الخبر بأن القوات المسلحة استردت أرضنا، ونحن فرحانين حد الفرح بهذه الانتصارات وإعادة حقنا إن شاء الله. نعم، ألف مبروك عودة هذه الأراضي عمنا أحمد العمدة. هكذا هي المشاعر، مشاعر المزارعين هنا في هذه المنطقة، لعلهم يشعرون بفقد هذه الأراضي منذ العام 95 أو 96، وإلى الآن هذه الأراضي لم ترجع كانت إلى سودانيين إلا بعدما الآن أعادها الجيش السوداني، والجيش السوداني الآن متواجد الآن على الحدود الشرقية ما بين أثيوبيا وما بين السودان. لعل هذه هي المشاعر الآن من هنا